Good morning. new day new vlog. اليوم عم صور لكم بالفون لانه ما كنت صراحة ناوي اصور، وانا عم استنى مريم بالسيارة انا ومسكين تيتا مسكينة. هلا عم استنى مسكينة عم قاعدين بتحكي مدري كوري ولا تشاينيز. هاكي دوديني حطي في الماء من شوية. لا ولكن anyway مشي you know that. anyway هو كان رايح يجيب دواء تبعي من الهوسبيتال. المهم انا صراحة ما بحب السيستم تبع الدكتور وهاد. المهم يعني نطاق الصحة مسكين لا مامي شوف عم تشوف هذيك شو تبع لي انه في ضوء حبيته كتير. مامي what are you doing؟ جينا مع مروان للشوبينج. فمثل ما قلت لكم انه هون صراحة انا ما بحب نطاق الصحة عندهم بكل بساطة. ها خدي لي يا مسكين ما وقتهاش يلا ارى كيف فقلت لكم انه نطاق الصحة هون انا بصراحة ما بحبه نهائيا. تخيلوا انه انا طبعا صار لي زمان اكثر من سنه تقريبا ولا بسنه ماني عارفه اكزاكتلي عم يضرني يعني مثل قلبي. انا عارفه انه ما عندي قلب بس الجهه اللي فيها القلب كتير بتضرني لدرجه او ماي جاد. اوكي فشو اسمه دائما في عندي الم ما بقدر نام. انا عارفه يمكن من الاعصاب ما بعرف لانه كل مره بتعصب بيصير معي هيك. فلانه انا طبعا انسانه عصبيه. وعلى العموم صراحة لما كنت بالمغرب كان زمان يعني تجيني وتروح، بس أول ما صرت عايشة ببريطانيا صارت تجيني كتير. أوكي حتى ولو ما أتعصب. فالمهم قررنا كل مرة بنقول راح نروح الطبيب. في الآخر قررنا نروح الطبيب. وقالوا لي راح أخذ يعملوا لي تحاليل. عملت تحاليل واليوم اليوم ولا يسترداي ماريوان ما بعرف اليوم ولا يسترداي كان لازم ناخذ تحاليل. وهما جاوبوا له ماريوان قالوا لي انه لازم يعني نحكيها هي شخصيا وعم يعني دي دو تو ماتش دراما. فهمتوا كيف ما يعني بيرعبوك اكزاكتلي. فاليوم رحنا وسألنا وكل شيء. فرحنا وسألنا وكل شيء وما قالوا لنا يعني تيب اوف ماي فما قالوا لنا شو نوعية مرضي بس اعطوني دواء. انا ضليت بالسيارة لما حكيت لكم قلت لكم جود مورنينغ everything. دين ماريوان اجا ها خلعتيني اي نو وانا غير كنعاود ليهم. anyway قال لي مروان زعما you have all the bacteria. قلت لي I know that. غير المشكلة انه انا هم يعني بيسووا ستوري بيج ستوري على اساس شو مدري شو عمك. والمهم فما قالوا لي تيب اوف مرضي. حتى قلت لمروان are you serious يعني هو اخذ الدواء بدون ما يسألهم شو عندي. حتى اجوا السيارة دين سألهم عاد قالوا لي انه انا عندي بس بكتيريا يمكن اتحسس من الماء يمكن اتحسس من الجو يمكن اتحسس من اذا سافرت لمكان تاني. فبس هذا يعني مو something very big عادي جدا that's it right مامي. وبس والله. واخيرا خلصنا. اليوم في شمس رائعة جدا يا مروان. شمس كتير حلوة. رايحة على الطعم لازم اشتري هدية تبع البيرثدي تبع بنت اخي عايشة وراح ابعتها لهم بالبوست.
فراح نروح مروان راح يوديني من بعد راح يروح للشغل وبس. صراحة ما بعرف شو راح اسوي more than this. اليوم فايقين مبكرين ما شاء الله. صرنا زمان انا مو مريم اكيد. انا صار لي زمان ما يعني من يوم ما رجعنا من السفر والروتين تبعي خربق ولا خبط. بيب بيب بيب. اليوم لعبة العراق طبعا. من 4. خلك شوف كمل لي شغلاتك واتصلي بي بعد 3:30. اكيد راح نتفرج في لعبة together وذاتس ات. يلا يومك يا عراقي. ما عارف مارك جايبين نوتة تبع البوك كتير حلوين. شوفوا هذا فيهم سوشي، هذا حبيته كتير. أقلام الرصاص صراحة أشكال كتير فاللي بيدرس ولا لا. هذه تبع النوت حلو. صراحة أحسن وقت تسوي فيه شوبينج هو الصبح. بتكون الدنيا ما فيها ولا واحد أحسن شيء لأنه صراحة عادة بيكون كل شيء مليان بالناس. هنا في أغلبية الناس موجودين بس شو اسمه بس العمال. فأحسن شيء الصباح. اسمعوا مني الصبح وخصوصا ما تروح الويكند. بكره الويكند طبعا لساتني في إطار البحث على هدية لبنت أخي. ما بعرف شو راح أخذ لها لأنه بصراحة هي بتحب مثل هالشغلات فخوزن والأشياء التنكرية. بس هون ما في يعني تنكرية كتير. في محل تاني تبع ديزني لاند وش مو بعيد بس يعني لأنه اجيت هون قلت راح أشوف هون فيرست. ما بعرف عجبتني هاجي لأنها هي بتحب فخوزن فراح أشوف. راح بظن إنه راح اتصل بماما ولا صافة أخذ رأيهم أحسن. شوفوا ميزقين طبعا نامت. شوفوا ما شاء الله سو ستايلش. لابسة هذا فوق الجينز. حبيت هالدريس خصوصا في السمر كتير حلو ورطب. ملمس تبع التوب مرة خفيف. هو طبعا كبير شوي بس كل الدريس اللي ضلوا بهذا السيم سايز يعني نفس السايز تبعنا. شوفوا حلو في البحر. شو رأيكم؟ هذا تاني دريس راح اخذه اكيد. شوفوا كتير حلو صراحة. انا كتير بحب هذا التوب لامع بس مشكلته انه بيشد بشعري بينتفني انه شعري كله فعذاب بس لي شعرهم كله يفهموني. شوفوا حلو. يمكن راح البسه بالفالنتاين ما بعرف. باي ذا واي فالنتاين قرب. طبعا اوتفيت اوف ذا داي تبع اليوم. يا اخي بحب الباسكت بموت فيها مرة مريحة. إذا بتلاحظوا بأغلبية الأوقات لما بطلع يعني طلعة خفيفة بلبس هذا كتير مريح. هذا قديم شوي مثل ستايل الستينيات والسبعينيات بس حاطة جلاسز جاكيت موبايل. كارت العيشة. شوفوا حاطين تحضيرات تبع كتير حلو. الآخر أخذت هذه مكتوب على ليتل برنسس وداخل هابي بيرثداي تو يو. أخذت هذه أخير راح أحطهم لأنه إجيت على مكتبه يحطوا بيها الأغراض. هذه فيها 3 قطع تبع فروزن. هذا هو بتحط فيه فلوس على شكل سبة تبع البرنسس. أخذت لها هذا الشيء على شكل كوب كيكس يعني حلوة لأنه ما فيني أبعت لها حلوة تبع الشاور بتغسلوا بيه. أخذت لها هادو شوفوا على شكل قلب. أتمنى إنه يعجبوها صراحة. أخذت لها عليه هذا لأنه صراحة تعرفوا الدرارس الأطفال يعني بغاروا من بعض فحرام ما أجيب له ولا شيء. باي ذا واي غيرت الكارت. جبت هذه لانه كل شيء اشتريت لها اياه عنده علاقه بفروزن. هذا الرسوم متحركه وهي مره تموت بفروزن. حتى عندها لبسه تنكريه تبع فروزن لما تروح دائما تجي من المدرسه دغري بتلبسها. راح اكتب اسمي واعبي كلمه
انفورميشن. ترى جبت معي هذا، شوفوا القلم تبعي كيوت، راح اعد بيهم خلاص راح اوديهم. شوفوا كمان جبت لها باكاجين، حطيت لها اياهم في هيك تبع البرنسس. ما لقيت واحد تبع بحكي، ما بعرف اذا راح تسمعوا صوتي ولا لا على العموم لاني بمكتبه ما فيني فما لقيت تبع الفخوزن وجبت لها هذا تبع البرنسس وبس. والله يا قولوا لي شو رايكم، حبيتهم ولا ما حبيتهم؟ حلوه اني بستحي ما في ولا حدا هون، بس ما اقدر اعلي صوتي. واخيرا بعتت الاغراض، مره تعبانه او ماي جاد، بيتعبوا. فراح اروح، بظن انه راح اروح اتغدى ولا ما بعرف شو راح اسوي، ولا بس اشرب شي. نستنى مري ولا ما بين ما يجي لانه راح نتفرج. راح ارجع مبكر من الشغل لانه راح نتفرج فيلم تبع العراق. صراحه انا اكسايتد. انتي تفكرت جينا على الشوبينج عند H&M. كالعادة جيت أحط That's right first there. Yeah, we started out, I think. صراحة بحبها كثير. طبعا بحطوا بطاطا وكذا أنواع اللي انتو بتختار. أخذت جوس بالستروبري الفراولة والأورنج والحامض لأن احنا بنسميه بالمغرب ليمون. شوفوا مسكينة قاعدين هون، شوفوا حمام جنبنا. ترى بدك حمامات، ترى بدك حمامات، ترى مشاو بدك حمامات مشاو. دخلت محل مدري كوري ولا تشاينيز. كنت من قبل دايما بمر قدامه وبقول له اسمع لازم ادخل بس ولا مره دخل. عندهم اشياء صراحه كتير مجنونه، اكتر من المحل اللي كنت فيه اللي عملت لكم تشالنج تبع حلويات كوريا صينيه. عندهم اشياء والله غريبه. شوفوا مثل هذا، راح اصور لكم محل اكيد. ازدرس مثل اللحم ولا مدري شنو. في هذا اللي اشتريت انا واسماء اخر مره سوينا تشالنج. هذه نوعيات البطاطس تبعها مختلفة، هذه بالشوكولات، هذه ما بعرف يمكن تقليدية. اللهم جميل، عندهم أشياء مجنونة بس حلوة صراحة. هذا بظن إنه مشروب. طبعا اللي حلو إنهم يكتبوا هون بالإنجليش عكس المحل اللي كنت فيه آخر مرة، ما كتب ولا شيء بالإنجليش، بس أنا كنت عم أسأله وهو يقول لي شو. الاندومي هذه بس نحن المعروفة عندنا العرب، هذه أحر واحدة وفي بنكهات غريبة صراحة. شميت هذه وينها this one ريحتها oh my god خايسة جدا. شوفوا هاي أسماء، هاي مريم، هاي صفا، هاي سيمو. على إخواني، أخي وأختي وزوجي وأختي أسماء. كان خاصني أخذ الفيديو ديالك ولا كنت اليوم سعد الشيب بحراس المرمى، بسام هشام وطارق بدأ الماتش، نحن نستمر رحنا البيت. وعبد الكريم حسن كظهير ايسر، ويلعب بالثلاثي عصام. لا ربح العراق. الله كريم. لا جدي أعزمك على عشاء حلال والله. سيري عد يلا لا خسروش غدي لي تعزميني على عشاء. قاعدة كتفرق. المهم نحن بنتفرج بالماتش. انا صراحه معذبني ما بتفرج كثير، بتفرج ايدي عم ادخل بالمود لما اتفرج. خلاص الشوط الاول خلاص السبعة. مروان تحمس بزياده، صار يقول ان شاء الله شد يلا.
لازم نمثل لكم الاداء انواع الشباب لما عدنان. يشوفوا الكره. بس صراحه إن شاء الله بيلعبوا منيح. بابا باي ذا قولي هم راح لاعبين إن مع شاء الله. قطر. الناس اللي اذا كان في حدا متابعني من قطر فسوري نحن لا بنشوف ما العراق تزعلوا اليوم. هاي كرة قدم خلاص بعد. بعرفكم ماسك جديد وتقية ديزاين آخر ديزاين تبع جوتشي. جوتشي ستايل. وريم watching with my daughter. مخطوبة. واو شو هذا الجمال ما شاء الله. من تصميم طبعا الديزاينر المعروفة جدا غنية عن التعريف أسماء حضوي. قولي ما تبوسنيش نبوسها بالفلوس. هذا عشانه وكان راح يحترق كل الدجاج بسبب لعبة العراق. البارح باي ذا واي اجت اسماء مرة اعطاني كلينس. يا لا ميزون كي brûle c'est pas moi qui